صل على النبي. تعالى انا عايز ازوم لكم اهو. الصلاة على النبي. تعالى بس هيقع مشبشب خالص. بس. السلام عليكم اخواتنا وحبايبنا ومحبين هواية الصيد في كل مكان. النهارده عنوان الفيديو زي ما انت شفتوا كده، ازاي تاخد سمك في الهواء. بصوا يا جماعه، هي الصيد عامه تجارب، يعني انت بتاخد خبرتك من التجارب. معلش خد الكلمتين دولت عشان مهمين، وبعد كده هتتفرج على سمك مستعجل. جري الفيديو بقى واتفرج على سمك براحتك، لكن الكلمتين دول مهمين جدا. احنا النهارده زي ما بقول لك كده، هو الصيد عباره عن تجارب. هنجرب نصطاد في الهواء، وهنجرب برضو في نفس الفيديو كده هجرب لك دور ما فيهوش هوا خالص. ودلوقتي عامة البحر الفرعوني او البحر الاعمى، اي حته هتاخد منها الذكر الاحمر دلوقتي خلاص، مبقاش في دور غويط ودور عالي. خلاص هو فاضل له اصلا حوالي 15 20 يوم وشكرا، ويبتدي الابريق يشتغل. يعني ممكن الناس توقع ابريق او تغلط معاها ابريق الايام دي. فكره ان الجو هوا في الذكر الاحمر او الفراوله او الكلام ده كله، ان هو بيحرك في اللتة، فبيحركها من صحن لصحن. فلو ما فيش هنا اكل يجيب يعني الفيله طول ما هي سارحه بتلف، غير ما هي تبقى ثابته. في ناس الفيله بتاعتها فيكس وهي مبسوطه، اصل المكان ده كويس. يا صاحبي هي السمكه مش هتجيلك لحد عندك عشان تاكل، هي الفكره كلها ان الفيله بتاعتك بتتحرك والطعميه بتاعتك بتتحرك، فبتجذب السمكه انها تاكل. هي السمكه تحت يعني، ما هو في اكل الدنيا تحت يعني، مش صايمه يعني ومستنيه الطعميه بتاعتك تنزل. انا مش عايز اطول عليكم. ليك استفسار عن اي حاجه اكتبها لي في الكومنتات. والعده المستخدمه بسرعه عشان الناس اللي بتسال كتير. معاك عود رقع ماشي يبقى احسن، معاك جبر ماشي، بس ايه اهم حاجه الفتله لما بتبقى ضعيفه بتسرق السمكه. انا برمل ب 30 على المكنه 30، وبرمل ب 18، والفله بتاعتك تكون موزونه كويس جدا. انا الفله بتاعتي انا بحط لها حمصايه علشان متبقاش تقيله على السمكه وهي بتاخد منك. يلا نبتدي الفيديو كده عشان ما اطولش عليكم. في كلام كتير عايز اقوله بس مش عايز اطول على الناس. اللي ليه استفسار عن اي حاجه يكتبها لي في الكومنتات. صل على النبي. تعالى انا عايز ازوم لكم اهو. الصل على النبي. تعالى بس هيقع مشبشب خالص. بس تنزل الميه تاني وماسك على شعرك اهو. الصلاة على النبي الاحمر اهو. لك استفسار عن اي حاجه بقى اكتبها لنا في الكومنتات. الصلاة على النبي. اصبر. الناس اللي بتقول لك الجو هوا مع السمكه دي يشغلها، يعني الهوا بيشغل السمكه دي. الكلام ده لما يبقى في الموسم والابريق والكلام ده كله، لكن الهوا يشغل السمكه دي زي ما انتم شايفين الهوا والسمكه. الصلاة على النبي اهو. شغل الهوا اهو. الناس اللي بتقول لك الهوا، انا ماليش دعوه بحد عشان محدش. فيه ناس بتقتنع ان هو لا الهوا يبقى ما فيه الصيد. انا بكلمك عن تجربتي انا عشان محدش يخش يعلق لي ويقول لي لا الهوا ايه، هو الهوا فيه صيد اهو. ممكن يكون صوت الهوا طالع معاكم كمان في الفيديو ده. شغل الهوا اهو على السمكه دي، لكن في الصيف في شهر 7 الشغل العايم لا الهوا لا طبعا. انا بكلمك على ده اهو، على الذكر الاحمر. خليك معايا وهكمل لك برضو، وهصطاد لك في مكان ما فيهوش هوا وهوريك الفرق. اللهم صل على النبي. تعالى يا جماعه شغل الهوا. طول ما الجو هوا يقول لك مفيش سمك.
يا باشا لازم وانت قاعد على الميه تفهم هتشتغل ازاي، مش تبقى نازل وخلاص. السمكه ديت مصحنه في الارض، الهواء بيحرك السمكه وبيحرك فلتك يخليها تروح عليها. خليك معايا. يا محمد يا حسن، يا اللي تقطع صباعك مش انا اجيب سمك واوريك المكان واعرفك تصطاد ازاي، ومش انا عليك تعمل لايك. اعمل لايك يا محمد يا حسن اللي ينقطع صباعك. انت طلعت يا معلم. امسك اهي. صلى على النبي. ابو شريف جاب اباريق يا جدعان، الاباريق ظهرت اهي. دي الاباريق اللي بنشتغل عليها على العايم اهي. انا وانا كده ان الاباريق هتاكل بدري. سلك ابو شريف. بسم الله. يلا سل اهي. سيب لك اهو. يلا يا عم. السنارة بتاعتي فيه. بص يا جماعة الغب اهو مالي المية. ركنت العربية؟ ماشي. تعال. ها تعال. يا هذا انت بتشد شد ايه؟ اوعى. والله يا ابو شريف ما اربع الذكر الاحمر اهي. ما اربع الذكر الاحمر اهي. فضلها شويه وتجد وتبقى حامل. بس يا باشا اهي. ده ترمي تاخد ترمي تاخد. ده لو حابب تيجي تصطاد وتتسلى وده بيمتعك اهو. اهي. لا 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 احنا ايه ولا ازرق اشتغلنا بقى ولا ايه؟ بس يا معلم الازرق ده هو بقى غالي يعني، بقى ب50 وب60 جنيه. بتاكله ما بتاكلوش اوعى ترميها في الميه تاني. ده هي طول السنه تفرخ عرفانه خلاص شويه الطعمه، حتى بتديش فرصه للسمكه الكبيره تاكل اهي. المهم ما ترميهاش في الميه تاني. اي حاجه عالي طلعي فيها عندي انا كشاف نور اللي هو بتوع الشركه دي. احط واحط القلبين فيهم واملاها ميه، ودي نفس الحكايه. ممكن تشتغل. ايه ازرق من ده بقى على ابوه بالعبط. حب الازرق ده. وفدي كل ما يجي كل فتره كده يروح. خلاص يا جماعه هنختم الفيديو بتاع النهارده ده على كده. ليك استفسار عن اي حاجه تبني في الكومنتات. ودينا جربنا عملي اهوت، والجو هوا، والدور اللي كان فيه هوا واشتغلنا فيه خدنا منه سمك، والدور اللي نقلنا فيه كان كله غب. فالصيد هو عباره عن تجارب، يعني بتبني خبرتك عن شويه تجارب. ليك استفسار عن اي حاجه اكتبها لنا في الكومنتات. يلا السلام عليكم.